ندمت اني ما عملتهاش من زمان بصراحة. الطريقة ديت للبتنجان روعة روعة، وخلت ولادي يحبوه جدا جدا، وقالوا احسن من كل مرة بتلاقيه بيتغ زيت كده، لكن ده ما شاء الله كان مقرمش زي البطاطس المقلية بالظبط، ومش شارب زيت ولا اي حاجة. اول حاجة قطعناه وبعد كده نقعناه في مية بملح علشان ما يشربش زيت كتير. وهتجيبي معايا الدقيق، هتحطيه في كيس بلاستيك اللي هو بتاع التلاجة عشان ما يدهورش معاك الدنيا على الرخامة ويبهدلها. وهتحط كل بتنجانية كده لحد ما تشرب الدقيق بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. هتتبدر بالدقيق وبعد كده هتحطها في اي زيت، كمية زيت انت عايزها. اقسم بالله كمية الزيت اللي انا حطيتها دي كلها ما شال منها ولا نقطة، ولا وما يعني ما شربش الزيت خالص، وكان مقرمش وجميل. وبعد كده بعد ما احمر معايا طلعته على طول زي ما انتوا شايفين كده بقى مقطعة، شايفين عاملة ازاي، ما شربتش ولا نقطة زيت. وبعد كده بقى هنتبله بالبهار بتاعنا اللي هو الفلفل الحراق او الشطشطة، او انت هتبقى عاملة بتوم بقى وشطة وملح، وهرش عليه ليمون كده. وكان جميل، جربيه مش هتندمي فعلا عليه. بتضربي بالدقيق وهرش عليه الكزبرة والليمون، يبقى معاك احلى بتنجان وهيتاكل كله مش هيتساق.